تفاعل المغردون في الإمارات مع تغريدات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بخصوص اجتماع مجلس الوزراء أمس، ومن بينها إعلانه إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء ليكون مرجعية لكافة أنشطة الإفتاء بالدولة، قائلاً: مجلس الإفتاء سيكون المرجعية المعتمدة لتنظيم وضبط الإفتاء وتدريب المفتين وإصدار الدراسات الشرعية والفتاوى وتوحيد مرجعيتها وتنظيم آليات إصدارها. فكان هاشتاج مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بين الأنشط في تويتر الإمارات. مع تأسيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، نتمنى أن تكون برامج الفتاوى الفضائية والإذاعية خاضعة لرقابة هذا المجلس، وألا تبث وتذاع إلا بترخيص منه. إماراتياً أيضاً، أطلق وزير الإمارات للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش سلسلة تغريدات جديدة دعا خلالها إلى أن تتغلب الحكمة والحكماء على المزايدة والمغالاة، وأن لا سبيل أمام الشقيق إلا أن يكسب أشقاءه، في إشارة إلى أزمة قطر مع دول الخليج، قائلاً: الامتحان الحالي أصعب للشقيق لأنه نكث كافة عهوده واستمر في تحريضه، ولكن لا بديل عن امتحان مراجعة تعامله مع أشقائه، فهو البديل الحصيف العاقل. مؤكداً أن الحل لا يكمن في الآلة الإعلامية، فالموضوع أعمق من المساحيق والمظاهر، والحل السوي منهجه مراجعة شاملة وإعادة تصويب لمنهج خطر. وفي سياق متصل، وفي تويتر الخليجي يتداول المغردون تقارير عن دعم قطر للجماعات الإرهابية، وآخرها تقارير تكشف دعمها ميليشيات متطرفة في ليبيا، لينشط هاشتاغ قديم أطلق قبل سنوات بعنوان خيانة قطر، كان بمثابة ملف رصد خلاله المغردون كل الإساءات والتحريض الذي انتهجته قطر ضد أشقائها العرب على مدار السنوات الأخيرة، وآخرها تصريحاتها العدائية لأشقائها العرب ووقوفها إلى جانب إيران ومصالحها التوسعية في المنطقة. وإلى تويتر السعودية، جدل قيادة المرأة للسيارة يتصدر تويتر مجدداً بعد تصريح لوزير التعليم الأسبق الأمير فيصل بن عبد الله بأن المرأة ستقود المجتمع وليس السيارة فحسب، كما أكد أن قيادتها للسيارة قادمة لا محالة باعتباره أمر فرض علينا على حد تعبيره، وذلك خلال حديثه لبرنامج هذا أنا بقناة روتانا خليجية أمس الثلاثاء. قيادة السيارة هذه يعني جاية ما فيها كلام، وشيء ما هو يعني أعتقد فرض علينا بدون ما كانت سوق جملها، كانت سوق سيارتها من أول في البر وكذا، ما جاء ولا حد. وأخيراً مع اللاجئين، هاشتاج جديد يحكي عن مبادرة إنسانية في رمضان قام بها عدد من الشباب من مشاهير السوشيال ميديا والإعلامية ريما مكتبي لدعم ومساندة اللاجئين، فكانت زيارتهم إلى مخيم اللاجئين السوريين في لبنان ليسلطوا الضوء على قضيتهم وينقلوا معاناتهم، وذلك عبر منصات التواصل الخاصة بهم التي يتابعها مئات الآلاف، مطلقين حملة للتبرع عبر حسابات مفوضية اللاجئين في مبادرة إنسانية حازت على تفاعل واسع. أكثر من 2000 عائلة إذا ما ساعدناهم بهالأشهر المقبلة رح يكونوا بلا ولا مصدر لرزق، ولا خبز ولا مي ولا كهرباء ولا مكان يبيتوا فيه. ساعدوهم بهالشهر الفضيل، ما تنسوهم.